السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم الفيديو ان شاء الله بصحه وهنا. اليوم حندير معكم جلجلانيه بطريقه جديده وطريقه يعني مذاق وشكل يعني راح من المجاميع، وانا نقول لكم من المجاميع، وتابعوا الفيديو معايا للاخير وشوفوا كيفاش راح نحضروها وشوفوا مقاديرها حتى للاخير، وان شاء الله ربي تعطوني رايكم في الاخير في تعليقاتكم وتشجيعاتكم كما ديما نقول لكم. في بداية الفيديو مباشرة راح نبداو في المقادير. هنا اول حاجة عندي 250 غرام تاع الزبدة كما راكم تشوفوا. راح نضيف لها كاس تاع عفوا 3 مغارف نتاع السكر. انا هنا مانيش راح ندير لها السكر بزاف، وراح ندير لها ثلاثة صفار وواحدة بيضة كاملة، نصف كاس تاع الزيت، ونضربهم مليح حتى نتحصل على كريمة. هنا العجينه تاعنا لازم يعني نديروا الباتور باش يعني راح تعطينا النتيجه مليحه وهشاشه مليحه. هنا عندي كاس تاع جلجلان يكون محمص ومطحون، يعني لازم يكون رطب، وراح نضيف لها مغرف نتاع لافاني، ونضيف لها 3 مغارف، حوالي 3 مغارف حتى يعني 2 مغارف يكونوا كبار نتاع حليب غبره ولا حليب لحظه، ونبدا نزيد في الفرينه كما راكم تشوفوا. هنا بالنسبه للفرينه راح نضيف معاها شويه تاع خميره الحلوى. خميره الحلوى راح نضيف يعني ربع مغرف نتاع حلوى، ما منش حباتها يعني تكون الخميره بزاف، ونبقى نزيد في الفرينه حتى نتحصل على عجينه كما راكم تشوفوا. هنا بالنسبة للعجينة أنا حاولت يعني ندير حوالي كويرات بحجم 20 غرام، وحطيتهم بجهة، وهنا نجي راح ندير العقدة تاعنا. هنا عندي جوز يكون مرحي، وكاس تاع جرجلان تاني كيكون محمص ومرحي، وضفت له شوية تاع لافاني، وراح نضيف له حبة صفار بيض، ونخلط كل شيء مع بعض. هنا نبقى يعني ندير نلم فيها بهذاك الصفار تاع البيض. اذا حسيتها يعني ما تلمتليش، انا ضفت 2 مغارف نتاع السكر، واذا حسيتها ما تلمتليش بهذاك الصفار نحاول اني نلمها بشويه تاع المزهر، ونبدا نطم فيها كما راكم تشوفوا ونعجن، يعني باش العقده تاعنا تجيني يعني عجينه كما راكم تشوفوا فيها. بهذه الطريقه نحاول اني نعجنها. هنا في الاخير راح نضيف لها في مغرف نتاع الزبده، انا هنا ما صورتهاش يعني باش تتلملي، بنفس الكويرات اللي انا كورت بهم العجينه راح نكور بهم الحشو تاعنا، برك الحشو تاعنا يكون يعني اقل في الميزان. هنا عندي جلجلان كما راكم تشوفوا فيه. نحاول اني نفتح العجينه بهذه الطريقه. وبالنسبه للليمون اللي انا اللي طيب فيهم بهذو لي كيسات تاع الحديد، نتوما اذا كان عندكم اي شكل تقدروا يعني ديروا فيه الحلوى تاعنا. انا نفتح العجينه بهذه الطريقه ونضيف لها الحشو بهذه الطريقه، ونحاول اني نكورها بهذا الشكل. بهذه الطريقه نلمها ونكورها بهذا الشكل. ومن بعد انا هنا من كاين اللي يحب يعني يحط الكويرات هذو يحطهم في بياض البيض ومن بعد يديرهم في الجلجلان. انا ما نحتاج اني نحط في البياض، عادي راح نحطها بالجلجلان بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، راح يلصق فيها عادي، ونضيفها في الكيسات. هنا الكيسات انا ما ضفت لهم لا زبده لا يعني لا زيت لا والو، يعني كما راكم تشوفوا برك يكونوا ناشفين من الماء مليح، ونضغط بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. نكمل كامل الكمية ومن بعد نحطها في الفرن، يعني درجة حرارة تكون متوسطة، ما تكونش عالية بزاف وما تكونش قليلة بزاف. انا راح نشكل حبة واحدة اخرى برك للتوضيح. الحلوى سهلة وبسيطة وتشكيلها اسهل منه، وحتى مقاديرها ما شاء الله. وراح تجيكم يعني حلوة هشيشة 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 بزاف بزاف. هنا بعد ما نكملها كامل راح نحطها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ما تكونش عالية بزاف. نحاول نخليها يعني تاخذ اللون هذاك الذهبي من الفوق ومن التحت، نشعلها من تحت حتى يعني نحس الحاشيه تاعها احمرت، ومن بعد نزيد نعاود نشعلها من الفوق بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. هنا راح نجيب نعسلها. بالنسبه للتعسيل ما نعسلوهاش بزاف يعني بزاف بزاف، كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه فقط اللي انا راني نستعمل فيها. يعني اللي حلوه يعني راهي ما تحتاجش انكم تزيدوا تعسلوها بزاف لانها هشيشه بزاف. نكمل كامل نحاول كامل نزينها بهذه الطريقة، لكن عفوا نعسلها ومن بعد راح نزينها. بالنسبة للتزيين أنا زينتها يعني بحبات تاع اللوز، يعني كنت قسمت الحبة يعني على زوج،
وضفت لها شويه تاع العسل اللوز وشويه سكر كلوكوز اذا كان عندكم. اذا كان ما عندكمش تقدروا تستعملوا فقط العسل اللي راح تلصق لكم عادي الحبات نتاع اللوز. بهذا التزيين الخفيف والسهل وفي نفس الوقت يعني شكله ما شاء الله. هنا نكملها كامل وراح نشوفوها معايا في صحن التقديم كيفاش خرجت وخرج شكلها. شوفوا ما شاء الله راهي تشهي. ان شاء الله يعني تعجبكم وان شاء الله يا ربي تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. كما ديما نقول لكم القناه راهي منكم واليكم، تحتاج دعمكم، تحتاج انكم تشجعوني باش ديما نكون حاضره معكم وديما يعني الفيديوهات نقدم لكم الفيديوهات السهله والبسيطه واللي يعني تكون سهلة على اللي أول مبتدئين ولا حتى اللي يكونوا متمكنين أكيد راح تجيهم أسهل وأسهل. هنا كما تشوفوا شكلها ما شاء الله. هنا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، ما تنسونيش بدعائكم، نقول لكم نحبكم، باي باي.